مساء الفل. شيكابالا. قبل ما نتكلم عن الفيديو، هو شيكابالا من امهر اللعيبه اللي جت في الزمالك، وشيكابالا مش هيجي زي تاني في الزمالك. شيكابالا حاله، هي من اول ما لعب في الزمالك لحد النهارده هو حاله كده، ومش هيجي زي تاني في الزمالك. تمام كده قبل ما نتكلم في اي حاجه. شيكابالا لعب في الزمالك في وقت كان بيلعب جنبه اشباه لعيبه، مش لعيبه كوره. يعني لو اللعيبه متجمعه من الشارع كده عشان يلعبوا كوره، هو بيلعب مع الناس دي فعلا. كان حافظ على هوية الزمالك. مش حافظ على هوية الزمالك بس، يعني حافظ على شعبية الزمالك شوية. لأن احنا ما كانش في لعيب عندنا خالص غير شيكابالا. كان هو النجم الأوحد بتاع الفرقة. تمام. فما ننكرش ده كله خالص. في نفس الوقت ما ننكرش إن شيكابالا في عز الفترة دي كلها برضو كنا بندور عليه في الماتشات المهمة، ما نلاقيهوش، ونلاقيه في الساحل ونجيبه من الساحل. ما يمنعش إن شيكابالا أو أي لعيب من وجهة نظري، لعيب كبير، ده بيقاس ماتشات اهلي وزمالك. شيكابالا في عزه قدام الاهلي ما عملش اي حاجه. حسام عاشور كان بينزل يكنفه كده وخلاص، على كده شيكابالا خلص. فاللعيب الكبير، لا، الماتشات مهمه. ماتشات اهلي وزمالك دي اهم ماتش في السنه كلها او في الموسم كله، ماتش الاهلي. فانت لعيب كبير من ماتش الاهلي، فشيكابالا في عزه ما عملش حاجه. فيعني مش بنقلل منه، بس برضو ما نضخمش المواضيع قوي يعني. تمام. نتكلم، انا مش عايز اتكلم عن موضوع البيلين والترتيب بتاعه واللي مش عارف ايه والنمره والحاجات اللي هو كان عايز يعملها دي كلها. بس نتكلم عن حاجه تانية. شيكابالا لو لعيب مثلا، لو حازم امام خد ال 17 18 سنه لعبهم في الزمالك دول، كان عمل حاجات تانية خالص. عشان بس ما حدش يقول ان هو خارق للطبيعه او اسطوره الفولاذيه. هو لعيب كبير وكل حاجه، لكن مش اسطوره، مش لدرجه اسطوره. انت لو عايز تعمل اسطوره، عبد الحليم علي اسطوره، الهداف التاريخي للزمالك. انت لو عايز تعمل اسطوره او تشوف اسطوره، لحق عبد الحليم علي. انا بالنسبه لي عبد الحليم علي ده اهم لعيب شفته في حياتي في الزمالك. تمام. حازم امام يعني لعب كام سنه في الزمالك، عمل شغل حلو قوي. لو كان عنده من اللياقه البدنيه والعمر ان هو يكمل شويه كان كمل. ففكره القسطره والاسطوره مش ديت يعني. خلاص. اللي نتكلم بقى في حاجه مهمه بقى، اهم حاجه في الموضوع. واحد زي حسام عبد المجيد، مدافع، وعندنا تحفظات على شويه حاجات في لعبه، الفاولات مثلا بيعملها او مش عايزين ندخل في تفاصيل حسام عبد المجيد. بس مدافع بيشتغل على نفسه عشان يطور من نفسه. استنى حسام عبد المجيد شويه كمان، ونرجع لسنة حسام عبد المجيد. عبد الله السعيد عنده نفس السن بتاع شيكابالا، بيشتغل على نفسه بدنيا. دلوقتي مفيش حد في مصر يقدر يتكلم ربع كلمه على عبد الله السعيد. ما حدش يقدر يتكلم ان عبد الله السعيد صفقه فاشله. ليه؟ عشان الراجل بيشتغل على نفسه، وشايف ايه العيب عنده، اللياقه البدنيه، وبيرفعها عشان يقدر يكمل في الملعب المده اللي هو عايزها. حسام عبد المجيد مدافع، بيشتغل على نفسه عشان يطور من نفسه عشان يقدر يبقى مدافع كويس. شوف البلن او البلنين اللي شاطهم حسام عبد المجيد، محمد الشناوي، الاتنين في المقصات. مع انه وهو بيلعب كوره في الملعب بس ما بيعرفش يباصي، بس بيطور من نفسه في حته البلانات، وعارف عيوب او عيب الحارس الطويل ايه، وبيلعب الكوره. شوف شيكابالا بيلعب بقاله 22 سنه، بيلعب برجله الشمال، ما طورش لعب ولا برجله اليمين، ولا هيد، ولا بلانات. ثلاث حاجات ما طورهاش على مدار 22 سنه. يعني ده لو كان طور لعب برجله اليمين، ضربات الجزاء، ضربات راس، شوف كان حاله عامل ازاي دلوقتي. لكن هو استسهل، انا بلعب رجلي الشمال، انا شيكابالا، انا القطمه والشوطه والهري اللي احنا بنقعد نعمله والتضخيم اللي احنا بنقعد نعمله. شيكابالا النهارده ما راحش في التمرين، اول تمرين لينا الموسم الجديد ما راحش، اعتذر. كابتن الفرقه المفروض يروح اول حاجه يعملها ان هو يعتذر. انا بتاسف اللي انا حصل كذا 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 قدام الفرقه او بين الفرقه يعني. حصل كذا كذا كذا، انا نبدا صفحه جديده، يلا نشد، يلا يلا يلا. مفيش. مفيش. فالكابتنه مش شرف الايد. الكابتنه افعال. الكابتنه جوه الملعب وبره الملعب. الكابتنه تحسب ان مصلحه الفرقه اهم من مصلحتك. الكابتنه اللي انت تطور من نفسك عشان نفسك وعشان الفرقه. لكن كل اللي بيحصل ده مفيش اي حاجه خالص. بس كده، شكرا.